الأسود، الحكاية اللي ما خلصتش. قبل ما نبدأ، خد نفس عميق وافتكر كل أثر ليه سر، وكل سر ليه لعنة. لو بتحب الحكايات اللي وراها رعب حقيقي، دوس لايك وفولو علشان تشوف اللي جاي، لأن القصة دي مش هتتنسي. زمان جدا، قبل ما الأهرامات تبقى رموز وقبل ما أسماء الملوك تنحت على الحجر، كان في كاهن اسمه عنخ-إيب. الناس كانت بتقوله عليه كاهن آمون، بس اللي ميعرفوش غير شوية قليلين إنه كان بيكلم الظل. الظل ده مش خيال، ده كيان بيتغذى على الطمع البشري. وعنخ-إيب كان أكتر واحد طماع في تاريخ الكهنة. كل ليلة كان بينزل لوحده سرداب سري تحت المعبد، يقرأ من برديات ما ينفعش تقرأها، برديات من عصر زيت خنتي، الإله المظلم اللي اتمنع اسمه في كل بردية بعد ما حاول يخدع الموت نفسه. عنخ-إيب ما اكتفاش بالسحر، لأ، هو دخل مرحلة تانية، مرحلة الإحياء التام. التعويذة الأخيرة قالت له علشان تبقى خالد لازم تموت وانت صاحي وتحبس روحك بإيدك. فبنى مقبرة بنفسه في مكان محدش يعرفه غيره، ودفن فيها تميمة إيزيس بعد ما سرقها من معبد الأسرار في الجنوب. بس كان في شاهد، كهنة صغيرة اسمها نيت، شافته وعرفت إنه بيحضر نفسه يبقى ملك الموت. نقلب الزمن بقى على سنة 1922، لما يوسف المصري، الشاب الهادئ اللي بيحب التاريخ، استلم جواب من مجهول بيقوله لو عايز تعرف الحقيقة امشي على أثر الكاهن الأسود. يوسف كان بيحلم طول حياته يلاقي كشف أثري كبير. سافر مع بعثة صغيرة ومعاه إليزابيث، الباحثة اللي كانت بتحلل الأحلام. بس أول ما دخلوا المقبرة حصل اللي ما يتوصفش. جدران المكان كانت بتتكلم. واحد من العمال قالهم أنا سامع صوت أمي بتناديني، وتاني يوم لقوه متعلق في سقف القبر من غير أي سبب. إليزابيث قالت إنها حلمت بتمثال عنخ-إيب بيضحك وبيقولها اللي يفتح لازم يكمل. واللي حصل بعد كده مش هينفع أحكيه كله هنا، بس لو عايز تعرف إزاي يوسف اتحبس في جسد مش جسده، وإزاي التميمة رجعت للظهور بعد قرن كامل، استنى الجزء الجاي.